تفاصيل تحقيق نقابة المهن الموسيقية مع كزبرة بعد تهمة الإساءة لأحمد زويل. الخبر ده وصلنا من موقع المصري اليوم النهاردة لحد 20 أغسطس 2023، حيث كشف محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية كواليس التحقيق مع المغني أحمد خالد الشهير بكزبرة بعدما استخدم صورة العالم الراحل أحمد زويل في فيديو كليب إحدى أغانيه. وقال عبد الله في تصريحات صحفية: حضر اليوم أحمد خالد الشهير بكزبرة أمام الشؤون القانونية لسؤاله فيما نسب إليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلى العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو. وتابع وبعد حضوره وسؤاله تم تقديم اعتذار منه إنه قام بحذف الصورة من الفيديو وإنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا وأنها كانت رؤية مخرج العمل. وصرح بأنه يحترم علماء مصر وبالأخص الدكتور أحمد زويل، وأكمل بأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى، وتم توقيعه على محضر التحقيق وسيتم عرض نتيجة التحقيق على السيد النقيب العام لاتخاذ قرار بهذا الشأن.